مستعد لرحلة هتغير كل اللي كنت فاكره عن العالم؟ النهاردة هنتكلم عن SCP-1، الكائن اللي بيحرس بوابة بينا وبين حاجات لو عرفنا عنها هتخلي عقولنا تنفجر. حارس البوابة ده هل فعلا بيحمينا ولا في حاجة تانية أخطر بيحاول يخفيها عننا؟ خلي بالك، الحكاية دي هتخليك تشك في كل حاجة حوالينا. تخيل معايا لو في منظمة سرية شغالة في الخفاء، منظمة بتركز كل مجهودها لحماية البشرية من المجهول. احنا بنتكلم عن مؤسسة بتتعامل مع حاجات خارقة للطبيعة، حاجات ممكن تخليك تسأل نفسك ازاي ده أصلا ممكن يكون حقيقي. مؤسسة هدفها إنها تمنع الكوارث دي من إنها تقرب مننا. وصدقني لو عرفت نص اللي هم عارفينه هتحس إنك عايز تنام وتصحى تلاقي العالم عادي زي ما هو. النهاردة هنتكلم عن أكبر وأخطر حاجة عندهم، كيان اسمه SCP-1، المعروف بحارس البوابة. اسم كده يوحي إنه شغال أمن قدام نادي، بس لا يا صديقي، ده مش حارس عادي. ده كيان بيحرس بوابة، بس بوابة مش لأي مكان، بوابة لحاجة محدش فاهمها بالظبط، وممكن تكون حاجة نهايتها مش سعيدة خالص. بيوصفوا حارس البوابة ده إنه كيان ضخم جدا، بس مش ضخم بمعنى طويل ولا عريض، لا، ده شكله نفسه مش ثابت. ممكن تبص عليه مرة تلاقيه نور ساطع كأنه شمس صغيرة، ومرة تانية تلاقيه حاجة أشبه بوحش بجناحات بتغطي السما كلها. اللي شافوه بيحكوا إن مجرد النظر ليه بيخليك تحس برهبة، كأنك قدام حاجة مش المفروض عينك البشرية تشوفها. إنما السؤال اللي كلنا بنسأله، هو بيحرس إيه؟ وليه أصلا بيحرسه؟ العلماء في المؤسسة عندهم نظريات كتير. فيه اللي بيقول إن البوابة دي بتفصل عالمنا عن بعد تاني مليان كائنات مرعبة، كائنات لو دخلت عندنا هتعمل فيلم رعب عالمي، بس المرة دي إحنا اللي هنكون الأبطال أو الضحايا، محدش عارف. وفي اللي شايف إن البوابة دي بتمنع حاجة أقدم من الزمن نفسه، حاجة لو خرجت هتغير كل حاجة نعرفها. تخيل كده قاعدة في بيتك مرتاح وفجأة تلاقي العالم كله بيتحول لحاجة تانية. مرعب مش كده؟ إنما الحاجة اللي بجد تخليك مش عارف تنام إن ممكن يكون حارس البوابة ده مش بيحمينا عشان هو طيب أو بيحبنا. في نظرية بتقول إنه مجرد أداة بيتحكم فيها كيان أقوى منه، أو إنه بيمنع حاجة خطيرة جدا بس مش لينا، يمكن لحاجة أكبر بكتير من البشر. الغريب بقى إن مؤسسة SCP بتمنع إصدار أي معلومات على موضوع SCP-1. أي حد يحاول يعرف أكتر بيتقال له كلمة واحدة: أبعد عنه. وده بقى اللي يخليك تفكر، إحنا كده في أمان فعلا؟ ولا كل ده مجرد وقت فاضي لحد ما المصايب تبدأ؟ وإنت بتفكر في كل ده بيجي سؤال تاني: هل حارس البوابة ده فعلا بيحمي البشرية عشان إحنا مهمين، ولا هو بيحمي نفسه من حاجة أكبر مننا؟ لو فكرت في الموضوع هتكتشف إن الإجابة مش واضحة، وكل ما تحاول تلاقي إجابة هتلاقي نفسك دخلت في دايرة مليانة ألغاز أكبر من خيالك. في اللي بيقول إن حارس البوابة ده بيحمي عالمنا من كيانات كونية، كائنات مش من الكون بتاعنا، يمكن حتى كمان مش من نفس الزمن. وممكن يكون في كائنات لو دخلت عالمنا هتخلي حياتنا تبقي زي حلم جميل بالنسبة لهم. ده بالظبط اللي حارس البوابة بيعمله. مهمته إنه بيحافظ على الخط الفاصل بيننا وبينهم. لكن هنا في مؤسسة SCP عندهم قواعد صارمة جدا، وأهم القواعد دي هي إنك ممنوع تقترب من SCP-1. ده مش مجرد كائن غريب، ده حارس لحدود عالمنا، ووجوده بيمثل التوازن اللي لو اتغير العالم كله هيتغير معاه. تخيل بقى لو فجأة البوابة دي فتحت على حاجة تانية، عالم تاني مليان كائنات مش حاسة بأي حاجة زي ما احنا بنحس. يعني لو الكائنات دي دخلت هتوقف كل شيء موجود هنا وتبدأ فوضى كبيرة. الناس هتكون مش مستعدة لده، الناس هتفقد الوعي وتعيش في رعب لا ينتهي، وكل ده بفضل حارس البوابة اللي واقف يمنع ده. يعني في النهاية
حارس البوابة هو الحاجز الأخير بيننا وبين فوضى كون كامل مش ملحقنا نعرفه. أكيد ده حاجة ضخمة وغامضة، ولكن هل إحنا فعلا جاهزين نعرف الحقيقة كاملة؟ هل إحنا مستعدين نواجه اللي ورا البوابة دي؟ ده سؤال يظل مفتوح، والإجابة عليه مش سهلة. كل ما بنعرف أكتر عن SCP-1 بنكتشف إن إحنا مش مجرد سكان في عالم ضيق، لكن إحنا جزء من لعبة أكبر بكتير من إننا نفهمها. وكل لحظة بنعيشها البوابة دي مش بس بتحمي عالمنا، هي كمان بتخفي عنا أسرار أكبر بكتير من خيالنا. لحد دلوقتي المؤسسة بتحافظ على سرية كبيرة حوالين SCP-1، وبيأكدوا إن مفيش حد يقدر يكتشف أكتر من كده. لكن السؤال الكبير هو، لو اقتربنا أكتر هنكتشف إيه؟ وصديقي، لو حابب تكمل معانا الرحلة دي، لو حابب تكتشف أكتر عن أسرار مؤسسة SCP، فتأكد إنك هتدخل في عالم مليان رعب، غموض، وأشياء ما كنتش تتخيل إنها موجودة. وده كان جزء صغير من القصة، لكن لسه في حاجات أكتر مش هتصدقها. وفي النهاية يا صديقي، تفتكر الحارس ده فعلا حامي الكون، ولا مجرد لغز أكبر من عقلنا؟ الفضول حلو، بس مش لما تكون نهايته باب بيطلع منه كائنات مريبة أو كوارث كونية. بالمناسبة، لو عندك نظرية أو تفسير للحكاية دي اكتب لي في الكومنتات. وبس كده، استناني في الحلقة الجاية وتوقع إيه المخلوق اللي هنتكلم عليه. وفي الآخر ما تنساش تصلي على النبي